قبل ما يتصلب يسوع اتحمل سلسلة من الآلام الجسدية المروعة. في بستان جثماني واجه إجهاد وقلق شديد جدا لدرجة إنه عرق دم، زي ما بيقول إنجيل لوقا 22:44، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ودي حالة نادرة معروفة باسم هيماتويدروسيس أو التعرق الدموي. الحالة دي بتشير لمستوى هائل من الضغط النفسي اللي كان بيعانيه يسوع وهو بيواجه الأحداث القادمة. خلال محاكماته المختلفة اتعرض للضرب والصفع واللكم مرارا وتكرارا، وده سبب له كدمات وإصابات. لكن الألم الجسدي الأشد جه مع عملية الجلد أو الصوت. الجلد كان بطريقة وحشية جدا، والجلادين كانوا بيستخدموا سياط ذات أطراف جلدية غالبا كانت بتحتوي على قطع حادة من المعدن أو العظم. الجلد كان بيمزق الجلد والعضلات وبيسبب فقدان كبير للدم وبيؤدي لحالة من الصدمة. بالإضافة لكده تم وضع إكليل من الشوك على رأس يسوع، وده سبب له جروح مؤلمة ونزيف بشكل غزير. وأخيرا تم إجباره أنه يحمل العارضة التقيلة للصليب لمكان صلبه، وهو في حالة ضعف شديد بسبب كل الآلام والإرهاق ده.